بقى تعالي كده اللهم بارك. ادي رص ايه سوسيس يا جماعه، بالفلفل الالوان، بالفلفل الحامي، بالجبنه، بالبيض يا جماعه. بصوا ما شاء الله، بصوا جميله قوي وحلوه قوي، وفكره سهله وبسيطه وخفيفه. معاكي جبنه قديمه، طبعا ما حطيتش زبادي ولا اي حاجه عشان احنا عندنا برد، ففي بيض هنا فعشان كده بيبقى كتير. معاكي بقى طبق بطاطس مهروسه زي ده، اسلقيه وهرسيه. معاكي حته بتنجانه مخلله كده، ده توابل يا جماعه. الجبنه القديمه، بطاطس اهي يا جماعه سلقاها ومحمراها وحاطه لها حبه التوابل من فوق الوش. بصوا كده اللهم بارك، اهي البطاطس مهروسه يا جماعه. بعد ما قشرتها مع الفلفل مع الثوم، حطيت اللهم صل على النبي حبه التوابل. تمام كده. معاكي حبه كاري وكركم خفاف جدا. تمام كده اللهم بارك. هرسها ايه في الكبه، يعني ما هرسهاش في حاجه، عملتها في الكبه يا جماعه. تطلع لي ايه ناعمه خفيفه وسهله كده وحلوه. ادي اهي. دي الجبنه القديمه عباره عن خيار وطماطم وطحينه. تمام كده، وقرن فلفل. المفروض احط بصله ما حطيتش. تمام. ادي بقى بصي الجمال كله هو يا جماعه. عندك بقى مدرسة، عندك نادي، عندك أي حاجة، عشوة زي كده، غدوة تفطري الصبح بيها، بتعملي دايت، بتعملي حاجة، تقدري تعملي ايه صباعين سوسيس. لو عندك سوساية واحدة أي حاجة يا جماعة، لو عندك سوسيس واحدة حتى تقدري تقطعيه وتعمليها. عندك أنا جبت نص كيلو وخدت منه نصه، يعني خدت نص كيلو، يعني ربع كيلو. تمام كده، ما كترتش اهي. وعملت لي ما شاء الله صينيه ما بتاخدش حاجه غير اللي ما بياخدش حاجه على النار يا جماعه. تشويحه مع البيض مع الفلفل مع كل ده مع رشه الجبنه، اي ما شاء الله اللهم بارك اهو يا جماعه. اكله سهله وبسيطه ايه، طبعا عشان احنا عيانين في حاجه ايه سهله وبسيطه ايه. المهم ان احنا عملنا اكل ايه في البيت يا جماعه، لان ايه ميكروب منتشر والدنيا ايه بايظه خالص، فلازم نحافظ على نفسنا اكتر واكتر من كده. اللهم بارك. بصي